مرحبا، كيفكم؟ اليوم رجعت لكم بفيديو جديد وأكلة جديدة، هي دجاج بكريمة. أكلة على بساطتها مليانة نكهات وحقيقي بتشهي، والحلو إنها سريعة كتير وما بدها غلبة. عندي صدور دجاج قطعتهم قطع صغيرة مثل قطع الشيش تقريبا، وانتو مثل ما بتحبوا قطعوهم. وبعدها بدي أحط عليهم البهارات، وهيك بعد ما خلصنا تقطيع الدجاج هلا بدي أحط عليهم البهارات. عندي معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة بودرة ثوم، ومعلقة صغيرة بابريكا مدخنة، ومعلقة صغيرة أوريغانو، ومعلقة صغيرة فلفل أسود. وعندي عصير نص ليمونة بحطه فوقهم، وبحركهم كتير منيح لحتى يمتزجوا كل البهارات مع بعض، وبتركهم منقوعين بالتبلة نص ساعة. وإذا بتحبوا فينا نخليها ساعة تقريبا كمان، ما في أي مشكلة، بالعكس تطلع طعمتها أطيب. بمقلاية بحط معلقتين زيت زيتون، بحط معها معلقة زبدة كبيرة، تكون هون النار قوية. وهلأ بدي ضيف الدجاج اللي تتبل لمدة نص ساعة، بحطه على نار قوية تكون طبعا، بحركه شوي وبتركه يستوي. تقريبا بده على النار ربع ساعة دغري بيستوي الدجاج معنا، ما بيطول. وهيك بعد ما استوى معنا الدجاج من أول جهة هلأ بنقلبه على الجهة الثانية. طبعا ما بخليه يحمر كتير حتى ما تصير لون الكريمة معنا غامقة. وهون بعد ما استوى الدجاج شلته حطيته على صحن على جنب. هلأ بنفس المقلاية برجع بحط معلقتين زيت زيتون، وبحط بصلة صغيرة فرمتها على الناعم أنا، وبدي أحط معها 4 أسنان توم قطعتهم كمان ناعم، بحركهم هيك منيح مع بعض. وبعدها بدي أضيف 250 جرام فطر فريش. أنا استخدمت، فيكم تستخدموا فطر معلب ما في أي مشكلة. بنحركهم شوي مع بعض لحتى يدبل معنا الفطر. وهلأ بدي أضيف 200 ميلي كريمة طبخ، وإذا حسيتوها شوي تقيلة ممكن نضيف معها تقريبا نص كاسة مي، بس أنا هون ما احتجت. وبحط مع البهارات ملح، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة أوريغانو. الأوريغانو بتعطيها طعم كتير طيبة. بحركهم شوي مع بعض. برجع هون بحط السبانغ فريش، ممكن تستخدموا السبانغ المجمدة ما في أي مشكلة. أنا استخدمت هون السبانغ 100 جرام. نحركهم مع بعض منيح لحتى تدبل معنا السبانغ. وحطيت لها معلقة كبيرة الخل بيعطيها طعمة كتير طيبة. بخليهم هيك لمدة 5 دقايق. وآخر شي بدي أضيف الدجاج واستنى عليها شوي، وبتكون الأكلة صارت جاهزة معنا. هالوصفة من الوصفات اللي مستحيل تملوا منها، دجاج طري وصوص كريمي بمكونات بسيطة ومتوفرة. أنا قدمت مع الرز، وفيكم تقدموا مع الباستا. وصحتين وألف هنا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.